السلام عليكم يا حبايبي، انا اماني محمد. تعالي اقولك ازاي تعرفي الزبدة الاصلية والزبدة المغشوشة وانتي بتشتريها. الزبدة دي انا اللي عاملاها وهنسيحها سوا مع بعض في الفيديو، وهقولك على العلامات اللي بتظهر اثناء تسييح الزبدة اللي ممكن منها تعرفي اذا كانت الزبدة اصلية او مغشوشة كمان. هنسمي الله ونصلي على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام ونبدأ الفيديو مع بعض. وانتي بتشتري الزبدة خدي قطعة صغيرة منها وحطيها على ايدك وفركيها وادهني ايدك منها، هتلاقي ان البشرة هتتشرب الزبدة وهتحسي انها مرطبة كمان. يعني لو فيه اي خشونة في ايدك هتحسي ان الزبدة بتشيلها تماما. لكن لو الزبدة دي مغشوشة بالسمن هتلاقي ايدك مدهننة جدا. طريقة تانية من طرق غش الزبدة وهي اضافة البطاطس المسلوقة للزبدة، يعني يعجنوا البطاطس المسلوقة مع الزبدة قبل ما يكوروها بالشكل ده، وممكن كمان يعملوها كرة صغيرة ويداروها جوه الزبدة نفسها. علشان كده انا هفتح الكرة بالسكينة وهدوق طعم الزبدة من جوه. هتدوقي طعم الزبدة، لو فيها بطاطس هتحسي بطعم البطاطس المسلوقة، لكن لو مش مغشوشة هتحسي ان الزبدة بتدوب دوبان وبتختفي تماما وانت بتاكليها. كمان الزبدة الاصلية طعمها بيكون عامل زي القشطة، مهما اكلتي منها بتدوب دوبان وتبقي عايزة تاكلي تاني كمان. شايفة انا عمالة اكل منها واقول الله الله على الجمال. لكن لو مغشوشة بالبطاطس مش هتدوب طبعا بالشكل ده، ولا هتحسي بالطعامة دي كلها، هتحسي كأنك بتاكلي طعم بطاطس او سمن نباتي، لان زي ما قلتلك ممكن يغشوها بالسمن النباتي. نيجي بقى لريحة الزبدة نفسها. لو الزبدة بتاعتك ريحتها سمنة بلدي ده معناه ان الزبدة مغشوشة. ازاي؟ يعني مضاف ليها ريحة السمنة البلدي اللي بتتباع عند العطار، القصنص بتاع ريحة السمنة البلدي، بيعجنوا بيه الزبدة المغشوشة علشان تبان أصلية. لكن الزبدة الأصلية ريحتها ما بتكونش نفاذة، انت ما بتشميش ريحتها غير لو قربتيها منك، وريحتها بتبقى واخدة نفس ريحة القشطة. كمان الزبدة المغشوشة لو أخدت منها قطعة وعصرتيها بإيدك هتلاقيها تنزل من لبن الخض، يعني بتنزل سوائل وما بيعصروهاش كويس علشان توزن معاهم. الزبدة الأصلية لو فتحتيها بالشكل ده هتحسي إنها مرملة وكلها واخدة نفس القوام. شايفة شكل الزبدة بتاعتنا؟ ما شاء الله اللهم بارك. وفيه علامات بتظهر أثناء تسييح الزبدة وهتعرفي منها إذا كانت الزبدة أصلية أو مغشوشة. إن شاء الله هسيب لكم لينك طريقة عمل الزبدة في صندوق الوصف، ويا ريت يا حبايبي تجربوا تعملوا الزبدة في بيوتكم، ويا ريت تحاولوا وتجربوا وتعملوا الزبدة والسمنة البلدي في بيوتكم. ده غير إن حواليها خير كتير، هيكون عندك القشطة والزبدة والسمنة البلدي والجبنة القريش وكمان الشرش اللي بينزل ولبن الخض، هتعملي بيه أحلى معجنات. ويلا بينا نسيح الزبدة بتاعتنا. أنا حطيتها على شعلة متوسطة، وعلشان الزبدة بتاعتنا أصلية هتلاقيها تدوب بسرعة بمجرد ما تحس بالحرارة، لكن لو مغشوشة هتلاقيها متحجرة وبتدوب بصعوبة. ولما الزبدة بتاعتنا تسيح وتسخن على النار هتلاقيها تفور معاكي زي اللبن بالشكل ده. ومرحلة الفوران دي هي المرحلة الأولى في تسييح الزبدة، وبمجرد الزبدة بتاعتنا ما تفور لازم تهدي النار علشان الزبدة ما تفورش وتبهدل معاكي البوتاجاز، ولازم تقلبي باستمرار علشان الزبدة ما تفورش منك او تعمل ريحة شياط. وعايزة اقولك هنا بقى على حاجة، فيه ناس بتغش الزبدة بتعجنها بالجبنة القريش، ولو تلاحظي هنا بقى انا بجيبلك في المعلقة كده زبدة سايحة ما فيهاش اي تكتلات. لو فيها جبنة قريش هتلاقي الزبدة فيها تكتلات زي الجبنة، لكن شايفة دي ما شاء الله ما فيهاش اي تكتلات لانها طبعا اصلية احنا اللي عاملينها في البيت. مع التقليب على نار هادية هتلاقي الفوران ده يهدى بعد شوية. تمام كده حلو قوي. شوفي بقى يا ست الكل، انتي هتفضلي واقفة جنب الزبدة، ما تروحيش يمين او شمال، هاتي كرسي واقعدي قدام البوتاجاز علشان تتابعي الزبدة بتاعتك. كل 3 دقايق او 4 دقايق قلبيها تقليبة، وبعد شوية على النار هتلاقي السمنة بدأت تفصل معانا وتبدأ تظهر بالشكل ده. في ملحوظة بقى مهمة كمان نسيت اقولك عليها في بداية التسييح، مجرد الزبدة ما تحس بالحرارة بتلاقي ريحة الزبدة تظهر معاكي وتملى المكان وتبقى ريحة نفاذة كمان، وكل شوية تحسي ان الريحة بتحلو اكتر واكتر، وكل بقى ما السمنه كمان تتكون معانا الله على الريحه وجمالها. وهنا بقى بقولك ما شاء الله المرته كده بدات تظهر معانا تمام حلو قوي، وكمان السمنه اتكونت. طيب اعرف منين بقى ان السمنه بتاعتنا استوت واطفي عليها بقى خلاص النار؟ لما المرته لونها ياخد اللون الذهبي. خلي بالك عايزه اقولك على حاجه مهمه، الزبده اللي انا سيحتها دي ما فيهاش ملح نهائي، فانا هضيف الملح دلوقتي، هضيف رشه من الملح. طيب كميه الملح المفروض تكون قد ايه؟
انت بتشوفي كمية السمنة قدامك، وعلى هذا الاساس بتضيفي الملح. يعني بضيف كمية من الملح مناسبة لكمية السمنة اللي قدامي، والملح يعتبر مادة حافظة، وهو كمان اللي هيظبط لي طعم السمنة والمرتة كمان. وبصراحة ان التليفون بتاعي مش جايب اللون الحقيقي للسمنة. بنتي الله يبارك لها جابت التليفون بتاعها وصورت لي المقطع ده بالتليفون بتاعها، وهو ده لون السمنة بالضبط ولون المرتة. انا يا دوبك هستنى شوية كمان المرتة تاخد اللون الذهبي معايا واقفل على السمنة خلاص كده. وشايفة انت بقى الرغوة الموجودة على وش السمنة من فوق دي لازم تشيليها علشان السمنة بعد كده ما تعملش عفونة. طيب هنرميها؟ لا طبعا، ده بيبقى داخل فيها سمنة بلدي. عموما هنشوف في الفيديو هنعمل بيها ايه دلوقتي. خلاص كده السمنة بتاعتي بقت تمام. انا شلت الريم كله وهديلها تقليبة وهقفل عليها النار. المرتة هنا لونها ذهبي خفيف، والريم ده مش بنرميه. سيبي السمنة تهدى شوية من السخونية بتاعتها وتعالي يلا بينا علشان نصفيها. انا لازم اصفي السمنة بتاعتي علشان لما اجي احطها في البرطمانات ما ينزلش فيها اي مرتة. شايفة هنا انا سبتها شوية فالمرتة لونها زاد شوية، يعني بقت ذهبي اكتر. طيب انت عملتيها وكانت المرتة غامقة معاكي، فصفيها على طول بمجرد ما تطفي عليها النار. وشايفة بقى المرتة دي هنضيفها للريم اللي شلناه من على وش السمنة، واديلهم بقى تقليبة مع بعض كده. والله على المرتة وجمالها وريحتها وطعمها والملح المظبوط، مش ملحة ولا اي حاجة، ملحها مظبوط 100%. ونرجع للسمنة بتاعتنا. البرطمانات اللي هنحط فيها السمنة لازم تكون مغسولة ومعقمة. هتغسلي البرطمانات وتسخني فرن البوتاجاز كويس جدا، وبعد كده تقفلي النار وترصي البرطمانات بتاعتك في فرن البوتاجاز وتقفليه لحد البرطمانات ما تنشف معاكي. يعني ما ينفعش انك تنشفيها بفوطة او منديل، وممكن تغسليها وترصيها في مكان يكون شمس لحد ما تنشف لوحدها. والكلام ده كله بعمله علشان السمنة بعد كده ما يحصلهاش اي عفونة لا قدر الله. وانتي بتصبي السمنة في البرطمانات حاولي على قد ما تقدري ان البرطمان يكون مليان على الاخر. وكمان ما ينفعش نغطي السمنة بتاعتنا وهي لسه سخنة او حتى دافية، لان لو غطيتيها وهي سخنة هتعمل بخار مية على الغطا، والبخار المية ده هيعمل عفونة لا قدر الله بعد كده. بنحفظ السمنة عادي خارج التلاجة لو الجو بارد، لكن لو الجو حر او صيف لازم تحفظيها داخل التلاجة. السمن البلدي الكيلو بيتباع ب 200 جنيه، وفي ناس بتقول والله بقى ب 230، ويا عالم بكره هيبقى بكام. الطف بينا يا رب. والمرتة الكيلو منها بيتباع ب 80 جنيه. وزن المرتة اللي طلع معايا 520 جرام، وادي السمنة بتاعتنا والمرتة كمان. ما شاء الله اللهم بارك، الريحة خطيرة خطيرة. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، فما تنسوش لايك للفيديو واشتراك معايا في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد. هستنى تعليقاتكم الجميلة وتحت امركم في اي استفسار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.